السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من خطين حمر، وأخيرا عدنا بعد فترة توقف، ومعانا كالعادة مجموعة من الفيديوهات اللي هنعلق عليها مع حضراتكم. تعالوا مع بعض كده نسمع ونعلق وناخد أول فيديو، يلا بينا. انا قلت حضرتك وجهه نظري، خليني بقى اسمع وجهه نظر حضرتك. خليني انت تستغل فرصه، خليني اختلف جذريا مع وجهه نظرك. اتفضل، واقول لك 3 4 نقاط مهمين. اتفضل. التقدير لنادي الزمالك والاحترام ده مش محل نقاش. عظيم. وانا رئيس تحرير مجله من 2002. طبعا ده الأخ المنيسي بيبرر مع إبراهيم فايق الوقاحة، والوقاحة دي الحقيقة كلمة مهذبة. يعني أنا حاولت إن أنا أنتقي لفظ مؤدب شوية. اللي عمله إبراهيم المنيسي على مجلة الأهلي من إن هو ينزل صورة تم تسريبها عن عمد عشان يتذل بيها لاعبي وإداري نادي الزمالك المصريين بين قوسين، وحط 100 خط تحت المصريين دي، لأن كان مقصود إن الصورة دي تطلع وتتصر، ويطلع الحاكم بأمره، الأمير، الملك، الإله، إله الإمارات، يعفو ويصفح عن لاعبين وإداري مصريين بعد حبسهم عشان أحداث في مباراة كورة في سابقة لم تفعلها الإمارات ولا التخييم في الإمارات قدام دولة الهونولولو، قدام أي دولة في العالم. فالأخ المنيسي بيطل علينا بمنتهى الوقاحة وبمنتهى البجاحة عشان يبرر ليه هو اختار الصورة دي في برنامج المفروض على MBC مصر بيقدموا إبراهيم فايق المصري، بس كلهم في النهاية عبيد الخلايجة. برر يا منيسي. فطلعت عدد غير طبيعي من الاعداد. اه ما حصلش ابدا، حتى في الفترات اللي كان ممكن اداره الزمالك يكون عندها تصرف او تعامل مع الاهلي بشكل كلنا فاكرينه، ما كانش مجله الاهلي بتنزل في الموضوع ده خالص. ولا كنت تقدر، الموضوع ولا كنت تقدر. قصده على مرتضى واللي كان بيعمله مرتضى، ولا والله بالجزمة، وكان بيديك عقل، مش بيديك انت، بيدي التخين، كان بيدي التخين بالجزمة. ولا كنت تقدر يا منيسي، عشان انتوا عارفين لسانه، بس انت عارف يا منيسي ان دلوقتي اخرهم راحوا قال قدموا شكوى، مش يطلعوا مثلا عيل كده في القناة الصايع يمسكوا يشلوح اللي جايبينه وتبقى شكوى قصاد شكوى. ما هو حل المنيسي مش الشكوى، حل المنيسي واللي فوق المنيسي الإهانة. الإنسان الواقع ده لازم تهينه. هو الحرام لما بيتمسك في الاسم بيحصل فيه ايه؟ ينفع امسك حرامي في الاسم واقعد اتناقش معاه؟ يقعد كده في مكتب رئيس المباحث يتناقش معاه ويطلب له شاي وبتاع؟ لا، بيجيب اقل صول عنده ولا عسكري ويديه على قفاه بالجزمه. ليه؟ حرام.
فمع المنيسي ما ينفعش ان انا اطلع اشتكيه، لازم ده حد يطلع في القناة زي ما هو بيهين، ما هي اهانة اللي حصل على مجلة الاهلي ده. والصورة اللي نزلت دي صورة كانت مهينة وتم تسريبها، وقعدنا ندور مين اللي سرب، والموضوع اتلم، فيجي المنيسي يحييه تاني. فاللي هان كان لازم يتهان ويتقل منه وياخد بيه الجزمة ويتشاتم ويتخاط في عرض اللي جايبينه عادي. واما يبقى يطلع يصوت زي النسوان، زي ما رئيسه كان بيطلع يصوت زي النسوان ويمسك ظهره ويطلع على مرة مش عارف هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة دبي ومرة فين، كنا ساعتها نشوف. اما كان مرتضى بيشغل له ساعات على قناة الزمالك. ما ده الحل، ما هو الحل مع الاشكال دي كده. وكان ساعتها الصمت لغة العظماء، ولا كان يجرؤ المنيسي على مجلة الاهلي انه ينزل كلمة بس مش عاجبه حد. الناس بتتكلم من غير لا حد قرا ولا حد شاف. اه رقم واحد، زميلنا محمود شوقي وهو راجل صحفي جاد محترم كاتب تقرير عن مشكله ايقاف لعيبه الزمالك في السوبر، يحفلهم يشاركوا ولا لا. سلم العبيط. ما هو محمود شوقي ده العبيط بتاع بيطلع يخدف ويطلع كده. طلع في اخر مره جاب لك ايرادات الاهلي وما ان ما فيش غرامات يعني موقعه، وقال لك ولا فالق البيت الاهلي بقيه الانديه، وهو منزل اصلا ايرادات دي بند الغرامات فيها، المفروض الغرامات اللي جايه لي مش اللي انا بدفعها. لو اللي انا بدفعها كانت هتبقى في بند المصروفات مش الايرادات. فطلع بقى مسك البند ده في الميزانيه وقام شاور كده وقال لك والاهلي يختلف ان ما فيش خدمات، وهو لسه ناتع 3 مليون دولار لكولر ولا 3 ونص، وناتع بتاع مليون دولار لريبيرو، وناتع 3 مليون دولار للسباك الجديد اللي هم جايبينه ده، وليس ان الخدمات الاهلي صفر، وده اللي بيميز الاهلي. ده هو سلم بقى العبيط، الصحفي العبيط بتاعه سلمه لخنف. التقرير مكتوب الزمالك قال ايه واتحاد الكوره رد قال ايه. الزمالك رد، اتحاد الكوره رد قال لك ارجعوا للايميل، العقوبه موجوده من ايام المجلس السابق. سكرتير التحرير، وانا هنا هتكلم في الحته الصحفيه وحسن راجل صحفي، سكرتير التحرير لما بيطلع على الموضوع بيختاروا الصوره المعبره. هو رقم واحد الصوره ديت لا اقحمت على الموضوع، ده هي المعبره عن الموضوع، انه كان في ازمه في الامارات. عن انهي موضوع؟ عن انهي موضوع يا وقح؟ ايه علاقة عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي بالموضوع؟ موجودين هيلعبوا. الموضوع هل دونجا موقوف ولا لا؟ ايه علاقة الصورة؟ غير شنها وقاحة وقلة أدب. وده اللي كان المفروض يبقى موجود. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لو موجود في الاستوديو ده والكائن ده قاعد قدامي، لو ما هشوف التلفزيون ده تاني. ما اللي قايل له يا راجل يا وقح اعتذر بدل ما تبرر وقحتك يا وقح. ده اللي المفروض الاخوه اللي كانوا قاعدين، ما اعرفش مين كان قاعد، بس ده كان المفروض الاخوه اللي قاعدين يقولوه، او مقدم البرنامج، لان هي ملهاش علاقه باهلي وزمالك، ده ليها علاقه بمصري اتهان وتصور وهو بيتهان من دوله قزم. دولة بتاعت أول امبارح، دولة تاريخ إنشاء النادي أقدم منها، دولة تاريخ ميلاد عدل القيعي أقدم منها، عدل القيعي أكبر منها. بتهين لاعبين مصريين. فاحنا بمنتهى الوقاحة
ناخد الاهانه دي ونتشدق بيها، لا ونطلع نبجح كمان. اللي انت بتقوله انه الصوره سربت، صوره اتنشرت في بوابه اخبار اليوم، في بوابه الاهرام، في مصراوي، في تحيا مصر، في دار الهلال، خلاص. في طب ما طالما الصوره سربت ما هتنزل في كل السوشيال ميديا والصحف وفي كل حته، ما اتسربت الصوره، يبقى اللي مش هينزلها يبقى عبيط، اللي مش هينزلها. وكل الكلام ده نزل امتى يا منيسي؟ مش وقت الحادثه. ايه فايده الصوره دلوقتي؟ اتكلم عن ايقاف دونجا، ملوش صور دونجا. وبعدين هل معنى صوره مسربه يعني انت مثلا لو تسرب لك فيديو انت لا مؤاخذه، هل ده مبرر ان انا انزله واما حد يجي يكلمني اقول له منازل على كل المواقع الاباحيه، موقع كذا وموقع كذا وموقع كذا، واقعد اعدله؟ هل ده مبرر للوقاحه؟ انت تسرب لك فيديو وانت حد كده ونزل على المواقع الاباحيه، وانا جيت نزلته، بتنزله ليه يا عم احمد؟ والله ما هو نازل يا جدعان على موقع كذا وموقع كذا وموقع كذا وموقع كذا. هو انا اللي مصوره؟ ما مش انا اللي مصوره. بدي لك دلوقتي سكرين شوت من كل المواقع الرسميه اللي ستيل الصوره موجوده فيها. ده هجيب لك ما برضه هياش سكرين متسربه شوت عشان انا للفيديو انشر حاجه بتاعك مش وانت قانونيه. حد لغايه اللحظه وهو الراجل جابها منين؟ عمل سيرش على وقت الازمه، لقى الصوره ديت، لقى صور ثانيه ما خدهاش، وده الافضل. انا عملت سيرش للاشتباكات كتبت والخناقات كده والدوشه. فضيحه ابراهيم المنيسي وهو كده، فطلع لي الفيديو نزلت. ايه المشكله؟ لكن لقى الصوره ديت لا كان مقصود الاساءه، ولا الصوره تعرضت لاي شيء من التشويه او الدبلجه او التدخل على الاطلاق. صوره انا طبيعيه. هنزل لك المشكلة الفيديو زي ما هو قبل برضه من التعليق غير بتاعها دبلجه، لا في اساءه ولا في تناول ولا في كل اللي انت قلته ده خالص. وهنزلها من فقط غير صورة عنوان صحفية خالص. معبرة. لو يقول لك اصل العنوان ما فيش اساءه، الصوره نفسها. ما هنزل لك الفيديو بتاعك من غير عنوان، ايه رايك؟ ما فيش اساءه. لو انا هحط صوره للمشكله وحطيت صوره للعيبه وهي بتلعب، دي صوره غير معبره من ناحيه صحفيه. المقصود من المؤكد لا التشهير ولا الاساءه ولا التجريح ولا ده خالص، لانه ده لو موجود في الصوره كان من باب اولى حسن يبقى موجود في المتن. المتن خبري مباشر بعد ما انت تخلص. المتن خبري مباشر عن واقع الموضوع. خبري الصوره برات كلها وقحه، وانسان وقح، انسان وقح وبجح. كان المفروض الاخ الاعلامي اللي فاتح له الهوا ده اللي يرد، اسف يعني. اللي بعد. بمناسبه الارقام مبالغ فيها، انت كنت موجود وقت صفقه صلاح محسن صح؟ انا اللي عملنا صفقه صح. هل بتشوف ان ده واحد اسمه محمد غرابه، ده كان مسؤول في الاتحاد باين او حاجه كده يعني، ما اعرفش بيتكلم كلام عبيط. انا ما فهمتش، فتعالوا ما يمكن حد يفهمني فيكم، انا مش فاهم حاجه من كلامه. ده كان وكيل صلاح محسن تقريبا. رقمها ساعتها كان مبالغ فيه؟ لا بالنسبه ليه؟ لا ارقام اللعيبه ساعتها في التوقيت ده. الارقام كبيعه. لا ما كانش مبالغ فيه لسبب بسيط جدا، لان انا اوريدي الاوفر اللي جالي انا اديت للاهلي ارخص من الاوفر اللي جالي. لا يعني ايه اديت الاهلي ارخص من الاوفر اللي جالي؟ يعني انا النهارده كان صلاح محسن معروض عليه، كان في كذا نادي اوروبي كان جه شافه وقدم عروض رسميه برقم اغلى من اللي خده اديته للاهلي ارخص؟ واديته للاهلي ارخص. طب ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان انت النهارده في اوقات ما ينفعش انت تسافر لعيب. إيه؟ في اوقات في توقيت ما ينفعش تسافر للعيب فيها. تمام. صلاح محسن راح للاهلي ارخص، اللي هو اصلا صفقه، اول صفقه عملت ازمه اصلا في سوق الانتقالات. بس خلي بالكم في اعتراف خطير هيعترف بيه دلوقتي، اعتراف خطير جدا محدش خد باله منه. ليه؟ لان انت النهارده اللعيب ده مش هينفع يسافر في التوقيت ده، لان لو سافر ممكن يرجع تاني. فالنهارده انت بالنسبه لك يعني ايه سافر ممكن؟ يعني انت كان معروض عليك كام من بره؟ مش عارف انا مصرح ليه اتكلم في ارقام، بس طبعا لا الرقم كان حاجه يعني كان حوالي ساعتها 2 مليون يورو. 2 مليون يورو وانت بعته للاهلي؟ قال كان معروض عليه من بره 2 مليون يورو، انت بعته للاهلي بكام بقى؟ يعني بكام؟ بأقل بسنه، يعني اقل مثلا كان حوالي 35 36 مثلا. واليورو ساعتها كان بكام؟ يعني مثلا هنقول 2. هو باعه للاهلي ب35، وتركي قال مع شوبير ان انا دفعت 40،
وانت يا شوبير اللي خلصت الصفقة استخرج من القطعة حد شاطر في الحساب كده يحسب لنا بقى. ها يا شوبير ولا انبي خد 35 وتركي دفع 40 وشوبير هو اللي خلص الصفقة. استخرج من القطعة. حد يستخرج لنا كده في التعليقات والنبي. خلبوش شوبير برضه مرتب سنة كده. طيب هو كان معروض عليه 2 مليون يورو، وقتها كان اليورو ب 17 ونص في 2 يعني ب 35. الاهلي خدوا 35، تركي دفع 40 مالناش دعوه. فانت بعته للاهلي زي ما هتبيعوه في اوروبا. ما طلعتوش اوروبا ليه يعني؟ قال لك لا اصل انا عامل واجب مع الاهلي في ايه؟ قال لك في 4 5 مليون. يبقى الواجب مش مع الاهلي. يا دي يا غرابه، الواجب مش مع الاهلي يا هلا. الاهلي خده زي اوروبا ب 35 بس تركي دفع 40. يبقى الواجب اتعمل مع مين؟ فرق 4 مليون مثلا ولا حاجه. ايه السبب بقى؟ يعني ليه بقى 5 جالك عرض 5 اول اول حاجه؟ حاجه كان الولد نفسه كان مصر ان هو الفرق 5 مليون. بص بقى على المبرر العبيط. بص على المبرر اللهبل انه ليه ما طلعش اوروبا وراح الاهلي. بص بقى العباطه. يروح الاهلي ما يسافرش بره. اه تمام. دي نمره الواد واحد. ما كانش عايز نمرة يسافر اتنين، بره. الولد اللعيبه اللي هي شايفه. كل طموحها اصلا، كل لاعب بيبقى طموحه ان هو، وكان ساعتها بقى محمد صلاح ومكسر الدنيا ولسه في بداياته صلاح وبتاع. فقال لك اصل اللاعب مش عايز يسافر بره. ان هو مش هيعرف يسافر بره بسبب بسيط. هو كان دورتموند ساعتها العرض؟ لا كان عندي عرضين، كان من سبارتا براها تشيك، وكان من اوسترا فيينا نمساوي. اه فانت فانت شايف ان هو النهارده مش هيمشي بره؟ مش هيمشي بره. اه ده حاجه خلي بالك، ده واقع مفروض عليك، فانت مش هتلعب فيه. طب هتخسر مفروض ازاي فلوس، يعني؟ لان انت في الاول وفي الاخر هو ازاي رايح. مفروض؟ انت شفت ازاي انه مش هيمشي بره يعني؟ عرفت منين انه مش هيمشي بره يعني؟ ما تطلعه يمكن يعرف. حزلقوم مش يمكن لما يجرب بره يطلع بيعرف ويمشي. قال لك لا ده واقع مفروض خلاص صلاح محسن مش هيمشي بره. هو كان طلع بره قبل كده وما مشيش يعني؟ هو ده المبرر؟ يا عم تقول ان انا بخدم حبيبي وصديقي احمد شجاع، ما فيش حاجه يعني. كريدت يعني، انت مش هتاخد الاثنين كاش في ايدك دلوقتي عشان نقدر بس نقول مش هيمشي بره ليه يعني؟ اه عقليته يعني قصدك؟ مش عقليته. انا مش هذم في عقليته، بس انت شايف الولد نفسه هيبقى مهيئ ان هو يعيش بره ولا لا؟ ما انت عارفه، ما انت اللي مربيه. انت ما هو صلاح ناصر عندك من هو عنده 8 سنين. ايوه. انت فاهم قصدي؟ فانت شايف انه ما كانش هيقدر يمشي يتاقلم مش بره؟ هيتاقلم بره. ايوه ليه يعني؟ ليه؟ قال لك اصل انا اللي مربيه، انا من وانا مربيه من وهو 8 سنين كده انا حاسس ان هو مش هيمشي بره. والله العظيم لو مشينا بالدماغ دي ما كان صلاح لا راح ليفربول ولا احترف ولا طلع. ما اصل مربيه انا من الولا من 8 سنين تحسه مش ابن بره خالص، ابن جوه. يعني اللي بعده. لكن الكابتن خطيب يمكن في الحوار المهم اللي اجرته معاه الزميله لميس الحديدي اتكلم على ظروفه الصحيه، وانه لاول مره من لما ارتبط بالنادي الاهلي منذ كان ناشئا ما فكرش ابدا في صحته قبل ما يفكر في صالح النادي. لانه حتى الناس اللي ما اتفرجتش على الخطيب كلاعب، ياما ماتشات كبيره مهمه كان ما بيستكملش العلاج وبيلعب، ياخد كورتيزون ويلعب لان الفريق لا يا منيس يا ابني احنا عارفينه، او مش انا ما اتفرجتش عليه، بس متابعين كتير بيبعتوا له بيقولوا له طول عمر الاسطوره الفنان ممحون طول عمره يعني يبقى مصاب ويربط ايده كده وينزل حبا وعشقا في النادي الاهلي، يبقى طالع له اي قل ولا اي حاجه يرش بنج وياخد كورتيزون وينزل. وطول عمره ده من زمان وهو صحته رخيصه عنده
ورقم واحد اللي ضحى لاجل وطن، لاجل ما يعود النهار. والله انا بطالب نعمل له اغنيه، يعني انا بطالب الاستاذ مصطفى كامل والكاست اللي معاه يعملوا لنا اغنيه لهذا الشهيد الحي الذي يضحي دائما من اجل الاهلي بالاصابات. وادعو الى تشغيل موسيقى المال والبنون في خلفيه اي حوار يتم او يتداوله البعض عن هذا الكابتن الممحون الجميل الذي يسعى دائما لرفعة وعظمة النادي الأهلي حتى لو على سبيل صحته. محتاجه، والاهلي عنده ماتش مهم. آه. المره الوحيده اللي فكر فيها في حالته الصحيه لما كانت تحذيرات الاطباء خلاص يس اور نوت، فبالتالي عاد العمدان لمجرد انه الاهلي احتاجه. وتحذيرات الأطباء يس اور نوت، لماذا عدل وهناك تحذيرات من الأطباء يس اور نوت؟ لميس الحديدي عن حالته الصحيه وتاثيرها على قراره. نشوف. شوف الكابتن محمود الخطيب، يعني المقربين منه، وكنت انا في هذه الدائره خاصه في فتره لحد ما يعني وانا مسؤول عن رئاسه الكره، وكنت اعلم مرضه ونوعيته. في الحته دي كنا عايزين حته كده ملو البنون، وكنت اعلم مرضه ونوعيته. الناس كانت بتتكلم، بس انا كنت في حرج لاني ما استاذنتوش اقول هو مرضه عباره عن ايه لحد ما صرح هو بيه. الكابتن الخطيب كل الناس كانت فاكره ان مساله ظهره، وكانت شايفه يعني ايه يعني ظهرك ما هتتعب شويه، لكن لا، كابتن الخطيب احنا كان يحصل اي حاجه يمسك ظهره ويشد، احنا ما قلناش حاجه. كان يقول لك ايه؟ يقول لك ظهره. احنا قلنا حاجه عدي. كان ينبغي ان يعمل عمليه دقيقه منذ اكثر من 4 سنوات في المخ. يعاني من وجود بعض الاورام، شال واحده اثرت عليه تاثير جزئي، والمخاطره كانت 4 سنين قاعد بورمه لاجل ما يضحي. يعني هياخد، يعني يروح مثلا يعمل العمليه في اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر، ويسيب الاهلي لمين؟ يسيب الاهلي يعني يروح شهر يرجع يلاقي الاهلي واقع. يعني هل يروح يا جماعه؟ يبقى 4 سنين قاعد مفيش شهر فاضي، الاهلي ما عندوش ماتشات، يروح يعمل عمليه؟ مين عارف؟ يروح يعمل عمليته ويرجع ما يلاقيش الاهلي. يا عم ده صالح سليم كان بيقعد 60 شهر بره، وكان داير النادي من بره من اوروبا، طول عمره قاعد في انجلترا اساسا، هناك في الله يسهل له بقى، الله يرحمه. اللي بعده ادم توفيق سنة. كل شيء وارد. لا يعني الزمالك مع بيراميدز ماتش قوي، فالزمالك هيوصل هيقول هاي طبعا. الاهلي الى حد ما، وبعدين ايه سيراميكا الحاج ابو العينين اهلاوي. ايوه بس لا بقى هي دي الرياضه بقى. لا معلش. الرياضه ايه؟ ما هو النادي هو مش هيسيب الماتش، بس انا فرحان ان لو الاهلي كسب الماتش. لا عسل يا كابتن مجدي. خلي بالك هو مش هيسيب الماتش، بس هيبقى فرحان لو الاهلي كسب. والله عسل يا كابتن مجدي، والله بموت فيك والله يا حبيبي. هي دي رياضه بقى. طبعا السيراميكا هيروح ليه ويسافر وتذاكر طيران واقامات وبتاع، وفي الاخر يزعلوا الحاج محمد ويخسروا ويكسبوا، وده كلام؟ طب والحاج محمد لو زعل، تفتكر يا كابتن مجدي لو زعل الحاج محمد ابو العينين، ما انت بتقول هيفرح لو الاهلي كسب، فمعناه انه هيزعل لو سيراميكا خسر، لو سيراميكا كسب. فلو سيراميكا كسب الاهلي مثلا، الحاج محمد زعل، تفتكر هيدي العيال مستحقات مثلا او مكافآت؟ ما هو زعلان بقى. لا ده هيديهم مكافآت لو خسر.
عشان ساعتها هيبقى الاهلي كسب والحاجه فرحانه. قال لك مش هسيب الماتش، بس هو هيفرح لو الاهلي كسب. او الاهلي ان انت الاهلي بيكسب بفضل الله ثم مجهود ولاعيبته وقدراته وادارته وجمهوره. واخطاء تحكيميه الاهلي كان منظور. بشر. الاهلي في عبده الام المثاليه. الاهلي بيكسب بمجهوده وجمهوره وكجوله وجدوله ولزوله وكجوله. الاهلي بص يفضل شيخ ازهر وهو بيتكلم في اي حاجه بره. يا ربيع ياسين ده اخوانجي اصلا. اول ما تكلمه في الاهلي يقلب شاهد زور، يقلب شاهد زور. الاهلي بيكسب بمجهوده اخطاء دي للزمالك وللاهلي لا يا ده اخطاء كابتن، لا. العالم كله يا كابتن. ده مارادونا جاب جول، يا كابتن مارادونا جاب جول بايده في كاس العالم. ايوه يا كابتن، دي واحده بس. يا كابتن ده واحده لا واحده ايه؟ واحده بس. صلى على النبي يا 45 اسامه. دوري. يا اسامه معلش انا بتكلم 45 دوري. الأهلي لا 270 لا دوري. لا 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 بعد اذنك يا اسامه. لا الاهلي بفضل الله بشرف وبامانه وبعزه وبكرامه وبجهد وكفاح واخلاص وتركيز والتزام ووطنيه. الله 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 بشرف وامانه وارتكاز ووطنيه. وطنيه يا ربع، وطنيه يا ربع، وباخلاص وامانه وشرف في عبده. والاهلي لا يكسب. انا لسه متعادل مع مين؟ الماتش اللي قبل بتاع امبارح ده متعادل مع مين الاهلي؟ انا فاكر ضربة جزاء حرام. يا ربيع يا ربعه. وامانه ولن اسمح. يا اخي ماتش انت ما انت كسبت دوري يا اخي. اي والله. لا احلف والله انا احلف لك. يا سلام. طب احلف. هو انا بمثل عشان قدام الشاشه ولا ايه؟ بتمثل. جدع ده اسامه والله. قال له طب احلف كده. يعني مش شيخ الازهر انت احلف كده ان الاهلي بيكسب بشرف. قال له انت وانا بمثل ولا؟ طب ما تحلف يا ربع. انا جبت الجون دي قدرات واحد ضد واحد. لما مجدي واحد جاب ضد الجون. واحد. يا عم قدرات. مش كل الدوري. يا عم قدرات انت قول الى اخره اهو. يا كابتن الى اخره اهو. هم خدوه. يا كابتن الى قدرات. اتغيرت. يا عم قدرات يا عم يا اسامه. ابني انت ما انت حضرتش. محايد. انت محايد. يا بس انت ما ده حضرتش. سيد انا مجدي شفت قدرات. مجدي مفع عسل كابتن مجدي. فأسامة قال له ايه ده انت محايد. انت ناسي ان انت محايد. ايه ده؟ وبعدين هو ربعه اثر في حاجه؟ ده ما شاء الله عليه عمال يرص اهو. انا شفتكم انتوا الاثنين بقى في النادي طوال اليوم. ايوه ملاحظاتك يا عصام بالنسبه الاهلي بيجيب فلوسه منين؟ آه. دخلنا في الاهلي بيجيب النظام ده منين؟ النظام ده يعني ايه الحكايه دي؟ الرئيس الذي كان يقود كان محمود الخطيب ربنا يديله الصحه، ولا باعتباره هو نازل بقائمه المستقبل والاستثمار برضه يعني حتى الحملات قائمة المستقبل والاستثمار. كل حد واخد ركن، مفيش حد اخترق عشان بقى هو بقى الاهلي بيجيب النظام ده ازاي يعني؟ انا مش متخيل هذا النظام ان حد يعمل جمعيه عموميه كده يحضر فيها 5%. يعني انا مش عارف جايب النظام ده منين؟ ازاي واحد ينظم كده 11,000 عضو حاضرين كده في انتخابات؟ جاب النظام منين الاهلي؟ جاب ال5% دي منين؟ الزمالك اللي جمعيته العموميه اقل من نص الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في انتخابات مرتضى منصور واحمد سليمان في 2017 لما كانوا نازلين قصاد بعض على الرئاسه حضر 37,000 عضو، والجمعيه العموميه للزمالك نص الاهلي. الاستاذ شلتوت استاذ فطير مشلتت يقول لك دلوقتي بطلوا يقولوا الفلوس منين. احنا عرفنا بقى الفلوس منين. باينه في النتائج. امبارح القلب ده انجز لاعب دخل الاهلي ما ضيع البلاد. الجمهور والله عيل واقف ورا سيد عبد الحفيظ امبارح ده على انجز لاعب.
فاحنا عرفنا مصدر الفلوس خلاص، يا شلتتة يا فطير. قال لك جاب النظام منين؟ قولوا لنا والله عملتوها ازاي ال 5% دي؟ حضور رهيب، جماهير عريضة. بيجوا بقى وده تبع ده وده تبع ده، ما اخترقوش حتى يعني حرم التصويت وداخل الجمعيه. فطبعا اللي هتلاقيه بقى السلوجان اللي جاي، ولا اللي بيجيب نظام ده منين؟ صوتوا في مكة. ادونا نظام، يعني عارف ايه اللي هو باله سكان يعني. اشمعنى التخليد عند الاهلي بقى؟ والمدير التنفيذي قد ايه هو اللي بيعمل كل حاجه. اشمعنى يا جماعة الحاجات دي عند النادي ال 5% دي اشمعنى عند النادي الاهلي بس؟ يعني هذه الاعداد الرهيبة المهولة. الاعضاء بيجوا مفيش مكاتب لحد فيه غرفه مجلس اداره. النموذج في الاداره متفرد من ازمنه بعيده يعني متوارث يا جماعه. الحرص عليه حتى لجنه الحكماء، حتى الناس موجوده بكل ما يمكن ان يكون دعم. يوم فعلا الاهلي دايما كان العنوان الاهلي ينتخب، النهارده الاهلي يحتفل. الاهلي يحتفل بما قدمه اخر مجلس، لانه اول كلمه بيقولها محمود الخطيب ربنا يديله الصحه معبرا عن مجلسه: نحن امتداد للذين اتوا قبلنا. هي دي الحكايه، تسليم وتسلم على اعلى مستوى. كل حد عنده شغل. سلموا مين بقى؟ وسلموا واستلموا من مين؟ ما هو سلم باليمين واستلم بالشمال يعني، ولا عمل ايه؟ انك بتروح على منطقه الجزاء، انك بتروح على الجول. انت النهارده لو عديتهم هتلاقيهم بتاع 16 جول. 16 جول النهارده بيروحوا، ادي واحده منهم خدت بالك عشان كره جراديشات الشوط الاول ده الاستاذ شريف كان ممثل هايل برضه، بيحلل ماتش الاهلي والمصري بقى، قال لك الاهلي ضاع 16 جول. مش عارف كنا بنتفرج على ماتش تاني ولا 16 جول ضاعوا 16. طب يلا نعيد. في القائم سهل جدا. كرة جراديشيارة دي واحد. ركله جزاء احمد سيد ادي اتنين. انا خلاص بقت علامه سوداء بالنسبه لي ان هرفع طب بقيت ال 16 يعني يا شريف شوشو مفيش كونتر اتاك. نسيبه خدعنا فيه، والراجل اللي هو ما جاتلوش الكوره خالص يا جماعة. ممكن في اي كوره في 16 في فاضل 14. استنى يا عم، فاضل 14. انت قلت جراديشيار والبلانت اللي ضاعت، فاضل 14 جون. مش هتعد ولا ايه؟ حد زي ما بيحصل فينا بيروح منها بطولات كده. بطوله افريقيا راحت بخطف باك رجل وراحت دخل الجول. المنظومه مش عايزاك خلاص، مش عايزاك. نستحمل مع بعض. اللعيبه تتفرج على نفسها وتشوف ايه الايجابيات قبل ما تشوف ايه السلبيات، لان انا اعتقد ان السلبيات النهارده مش كتير. لا مفيش سلبيات خالص. عوده الروح بس هي اللي فرقه مضيعه 16 جول، هيبقى في سلبيات ازاي؟ مش عارف انا ال 16 جول دول فين. انا بتفرج على ايه؟ شوشو اتفرج على ايه عشان يعني يقول لنا ال 16 جول؟ انا مش عارف والله يعني. يمكن انا هراجع بعد الحلقه كده، هقعد اعد تاني. احنا دلوقتي معانا 2 فاضل 14. سهل يعني، سهل ان احنا ال 14 جول ضايعين. بسعد دايما بوجودي مع حضراتكم. السلام عليكم.